طبعا أنا حابب أتكلم النهاردة عن موضوع مهم، ونظرة مختلفة أو نظرة موضوعية بالنسبة لانهيار نادي الزمالك في الفترة الحالية ووقوعه. أنا رغم إن أنا أهلاوي بس زعلان على نادي الزمالك، وزعلان على اللي بيحصل لنادي الزمالك ووقوعه وانهياره بالشكل ده. وللأسف أنا من وجهة نظري اللي وقع الزمالك مش إدارة الزمالك، أو مش إدارة الزمالك بس بالمعنى الأحرى، ولكن جمهوره. لأن جمهوره للأسف وهم فاكرين اللي هم كده بيحققوا مكسب، مش فاهم ازاي كان نكاية في الأهلي بيساندوا بيراميدز، وناسوا اللي بيراميدز ده هو اللي أخد مكانة الزمالك أو أخد مكان الزمالك، سواء في الدوري بقى المركز التاني أو وصيف الدوري مكان الزمالك، سواء حتى في أفريقيا كان مثلا البطولة اللي مش بيقدر يحققها الأهلي، أو مثلا البطولات الأفريقية اللي مش بيوفق فيها الأهلي أو اللي مش بيكون له نصيب فيها، كانت على الأقل بيبقى ليهم تواجد إفريقي مكان الأهلي في الفترة اللي الأهلي بيبقى فيها مش كويس، وبيقدروا يحققوا بطولات أفريقية على مستوى الشامبيونز ليج أو مستوى دوري أبطال أفريقيا ومستوى السوبر الأفريقي. لكن للأسف هم برضو مشوا ورا الإعلام الزملكاوي المضلل، أو الإعلام اللي هو اللي فيه بعض نجوم الزمالك القدامى اللي مصممين اللي هم يروجوا للأكاذيب أو يروجوا لفكرة الفتنة ما بين الأهلي والزمالك، واللي هم يكيلوا بمكيالين. فالأهلي مثلا لما يقللوا من بطولات الأهلي ويقولوا مثلا ده الأهلي لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل مصر مثلا، ولما بيراميدز يلعب اللي هو فرقة المفروض حديثة وليس لها جمهور، ومجرد فرقة دخيلة على الكرة المصرية، مجرد أموال ضخت في الكرة المصرية، تأسيا بالفرق الكبرى مثل الأهلي، واللي هم عاوزين يحققوا حاجة، عاوزين يحققوا حاجة تيمنا بالأهلي أو تأسيا بالأهلي أو تأسيا بالفرق الكبيرة اللي بتاخد بطولات. وهم في الفترة الأخيرة فعلا حصلوا على بطولات، سواء على المستوى المحلي أو سواء على المستوى الأفريقي. وإحنا برضو كمشجعين لنادي الأهلي وكأبناء النادي الأهلي بنشجع أي فرقة مصرية وبنأيدها طالما اللي هي بتمثل مصر وبتشرف مصر، وبنبارك لها وبنهنئها بالصور الأفريقي. ولكن في الحقيقة أنا تذكرت اللي جمهور الزمالك كان بيساند بيراميدز أمام الأهلي، أو بيساند بيراميدز نكاية في الأهلي، وناسا فرقته. الناس اللي فرقته وقع محتاج يطلعها، مش يعلي بيراميدز، وكان محتاج يعلي فرقته، كان محتاج اللي هو يضغطوا على الإدارة عشان تعمل حاجة لصالح الزمالك، وعشان يرفعوا من شأن الزمالك زي ما جمهور الأهلي بيعمل.
جمهور الأهلي دايما ورا فرقته، في السراء والضراء، أو في المر قبل الحلوة. بس بيبقى ليه دور في لما الفرقة تكون مش في مستواها، اللي هو يصحيها تاني ويفوقها، ويفوق الإدارة، وبيبقى ليه قرارات، وبيبقى ليه ضغوط وقرارات مصيرية لصالح الفريق. رغم ان كتير ساعات جماهير الأهلي وخاصة على السوشيال ميديا دلوقتي بيضغط قوية ضغوط قوية جدا وقاسية على لعيبة الأهلي، وعلى إدارة الأهلي، وعلى فريق الأهلي. ولكن في الحقيقة أغلب هذه الضغوط بتكون إيجابية، ورغم إن هي بتبقى قوية جدا وشديدة، وقد يكون أحيانا هي بتبقى يعني قوية جدا، وبتبقى ممكن قاسية على بعض اللعيبة، وعلى الإدارة، وعلى الفريق بشكل عام. ولكنها بتفوق الفرقة بسرعة، بتفوق الأهلي بسرعة، وبترجعه تاني لإطاره الطبيعي والبطولات والإنجازات. على مستوى الأهلي، ده اللي بيعمله جمهوره، اللي هو المفروض رقم واحد، واللي معروف اللي هو رقم واحد في منظومة الأهلي. رغم إن الأهلي مؤسسة عظيمة وكبيرة في أفريقيا والشرق الأوسط والعالم، ورغم إن الأهلي ببطولاته، بتاريخه، بإنجازاته، سواء على المستوى المحلي المصري، أو على المستوى العربي، أو على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى أفريقيا، على مستوى العرب، على مستوى العالم أجمع، بقى اسمه معروف بعد مشاركاته الكتيرة في البطولات العالمية، زي كأس العالم للأندية، وزي كأس انتركونتيننتال. لكن في الحقيقة اللي ورا الفريق فعلا في كل حتة، بره مصر وجوه مصر، في الدول العربية، في الخليج، في كل حتة، مالين الاستادات في كل حتة.